الداتا ستراكشر والالجوريزم اللي هو الاختصار ده، المراحل بتاعتها عادة يعني اوكي اول 50 ل 100 مسألة عادة هتبقى بتقف كتير في حتة اللغة نفسها. نسيت حاجة في السنتكس بتاع اللغة، يعني بتعمل ازاي داتا ستراكشر معينة او اي حاجة يعني في طريقة اللوب مثلا، نسيت تكتب اللوب ازاي او اي حاجات زي كده. دي الحاجات اللي هتبقى بتقف معاك كتير عادة. في مشاكل كتير هتبقى تخص اللغة برضو، بتحاول تفهم الكونسبتس نفسها بتاعة الداتا ستراكشر ده معمول ازاي، او استخدمه امتى، وهكذا يعني. ف دي المرحلة اللي بتبقى فيها اللي في الأول، والتوبكس اللي هتغطيها غالبا الفكرة بتاعت اللوجيك نفسها في الأول خالص اللي هو البروجرامينج. وهتغطي الكونسبت الأساسية والداتا ستراكشرز الأساسية اللي هم دول. تاني مرحلة إن أنت حليت مثلا حوالي 100 أو 150، بيبدأ مشاكل اللغة بتاعت البرمجة بالنسبة لك بتكون أقل، ما بتبصش على اللغة تاني، بتكون خلاص بقيت عارف اللغة اوريدي، خلاص مش محتاج تصلح أخطاء في السنتكس يعني تخص اللغة نفسها، بتبقى مركز أكتر على الالجوريزم اللي بتشتغل بيها. لما بتكون تيجي بتحل مسألة ما بتفكرش فيها بطريقة واحدة، يعني بيبقى عندك أكتر من طريقة تحلها بيها، اللي هو زي تستخدم داتا ستراكشرز مختلفة، تتفكر في التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي، تزود شويه في السبيس على حساب التايم او العكس اللي هو التريد اوفس، وتعمل امبلمنتيشن للداتا ستراكشرز، وتشتغل مع الجراف شويه، البريتس فيرست سيرش، الديبس فيرست سيرش. هنغطي التوبكس دي، هنمشي مع بعض يعني الكلام ده هوبفully يعني. هنغطي المراحل دي سوا مع بعض، ناخد كام سيشن في المنطقه دي، وندخل مع بعض المرحله الثانيه. والمرحله الثالثه غالبا مش هتحتاجني ولا هتحتاج حد يقول لك ان انت فيها يعني. اوكي خلينا نشوف. اوكي اوكي ماشي. دي المراحل بشكل عام علشان الناس يعني لو لقيت ان انت بتغلط في اي حاجه من دول، او في اي حاجه من الحاجات دي انت عايش فيها دلوقتي، فدي مش ازمه يعني، او دي مش مشكلتك مثلا. انا فاكر موضوع ليد كود ده عاده بيبقى ازمه في حته انك بتتصدم انه ملوش علاقه قوي بالبرمجه، او تحس ان انت حتى لو كنت بتعمل ويب ديفلوبمنت مثلا او فرونت اند بتعمل مواقع، فحتى لو انت شاطر وبتعمل مواقع هتيجي عند ليد كود وهتقف، مش هتعرف تحل ليد كود برضه. فهي مش مشكلتك ولا حاجه، مش حاجه فرديه يعني، لا هو اي حد كده. علشان تعرف تحل ليد كود محتاج تحل ليد كود يعني، هي حاجه كده لوحدها، هي بالممارسه يعني. ف اعرف بس ان انت كده في المرحله الاولى عادي، ومع الوقت هتنطلق وتدخل في المرحله الثانيه، ومش هتحتاج بقى ايه، مش تحتاج حد يعني الى حد ما، ولا تشوف فيديوز ولا اي حاجه من الكلام ده.